السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ومجتهدين وبتذاكروا. لو اول مره تشوفني فانا اسمي الاء محي. النهارده هجاوب على كل اسئلتكم الخاصه بفتره المراجعه النهائيه، خاصه بعد نزول جدول الثانويه العامه. عاده ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتكتب لا حول ولا قوه الا بالله في الكومنتات، وخلينا نبدا. لو لسه في محاضرات ما سمعتهاش اعمل ايه؟ اسمعها محاضره بمحاضرتها ولا راجع على طول؟ انا لما الفتره دي وصلت لشهر 4 وكان عندي فيه بعض الحاجات مرقماها لسه في الرابع كيمياء تحديدا، ده كان عامل لي عقده، اللي هو الكهربيه. كنت وقتها تقريبا 5 محاضرات وانا سمعت منهم 2 وفاضل لي 3. قلت لو لحقت اخد المحاضرات المتراكمه دي هبقى اخدها، بس ما عرفتش خلاص يبقى اراجع الباب على بعضه واحل عليه على بعضه. وبالفعل عملت كده، بس فكره ان انت بتراجع الباب يعني بتسمع مثلا شرح مجمع، وببدا وقتها ان انا امسك درس درس اذاكره من الكتاب بالشرح الرئيسي لوحده. وطبعا الحفظ مهم جدا في الفتره دي، ما تعتمدش على ورقه المفاهيم، ترجع تسمع الحاجه على بعضها، تذاكر من الكتاب درس بدرسه عادي جدا، وتبدا تحل مجمع. لو حاجه انت بقى حسيت ان انت كنت مقصر فيها في اول السنه، او حاجه ما فهمتهاش كويس، او حاجه مستواك في الحل فيها بتغلط في الاسئله فيها كتير، تقدر ان انت تحل عليها اكتر من كتاب مثلا بتاع اول السنه. ومعظمكم سال برضو، لو انا كتاب اول السنه بتاع التدريبات او بتاع الاسئله يعني لسه ما خلصتوش، اعمل ايه؟ احل في كتب المراجعه النهائيه ولا ممكن برضو ان انا اكمل عادي الكتب الاولانيه؟ انا من رايي في وقت زي كده، احنا خلاص في شهر 4، في نص 4 كمان، فلا يعني انت معكش وقت ان انت تفضل تحل درس الدرس والكلام ده، فحل من كتب المراجعه النهائيه. لو في جزء لقيت نفسك ان هو لا في عايز مثلا ازود فيه اكتر، خلاص ارجع للكتاب بتاع السنه الرئيسي وحل تاني على الجزئيات اللي انت شايف ان انت واقع فيها. لو انت دلوقتي ما بتحلش او بتعتمد على ان انت تخلص لسه المنهج او تخلص لسه المراجعه عشان تبدا تحل من جديد، فانت كده حرفيا بتغلط غلطه كبيره جدا. انت محتاج دلوقتي في قلب المذاكره ان انت تبقى بتذاكر بتثبت المعلومات دي بالحل، لان انت خلاص في مراجعه نهائيه، يعني ما فيش فكره ان بعد كده في المراجعه هنرجع نثبت وبالتكرار هنحفظ والكلام ده. فانت بالنسبه لك دلوقتي جزء مهم جدا للاستعداد للامتحان ان انت تتعامل مع الاسئله. الجهاز عمال يفصل، يبعت لي اشعار يعني انه هيفصل، والفيديو كذا حاجه عطلته، انا حتى وقفت ورجعت وكده، فمش عارفه مش عايز يكمل ليه. بس ان شاء الله. هل فكره النظام القديم والنظام الجديد دي ممكن تظلم حد او تظلم الناس اللي اجلت او المجموع او التنسيق او كده؟ بصوا يا شباب، الوزاره بيبقى ليها حسبه وبتعرف تظبطها، فما تشغلش بالك خالص خالص خالص. دلوقتي انت محتاج تذاكر بس وتراجع كويس جدا الفتره دي وتستغلها صح. وعلى فكره بالمناسبه الجدول انا شفته يعني حلو جدا، ان هو بادئ اول امتحان مهم ليكم اللي هو امتحان العربي هيبقى يوم 28/6، فالحمد لله معاكم شهر 6 كله تقدروا تستغلوه كويس جدا. ابدا امتى اللغه الثانيه؟ طبعا بالنسبه للناس اللي هي نظام قديم اللي هي مضافه المجموع، انت المفروض بادئها اصلا، انت مش من اول مش دلوقتي ان انت هتبدا تذاكرها، لا انت المفروض بادئها، ولو متاخر فيها حاول تبدا باسرع وقت، لان دي من جوه مجموعك. بالنسبه للثانويه العامه النظام الجديد اللي هم بره المجموع، ما تشغلش بالك بيها دلوقتي، كم محاضره بس اصلا ولا مراجعه وهتلم بيها الدنيا، ومش هاجي وقتها اقول اعمل فيديو مخصوص واقول لك المواد غير مضافه وكده، يعني الدين الوطنيه الكلام ده لا، قبل الامتحان بيومين حلو قوي. وبالنسبه للغه الثانيه يعني ابداها من اول 6 كده مثلا، كل يوم نص ساعه ولا حاجه، تلاقي نفسك كده لميت الدنيا وبقت الدنيا لذيذه عادي وحليتهم بصباع رجلك يعني. كنت بس بعمل حركه كده، ان الصور اللي علينا كانت سوره لقمان وسوره النور، كنت بقراهم مثلا باستمرار كورد يومي مثلا قبل المذاكره او كده، بحيث ان انا اصلا ابقى حافظاهم، يعني مش هاجي ليله الامتحان اقعد احفظ بقى في الصوره اللي علينا. ما تضيعش الوقت بجد، الحمد لله ربنا بعته لنا، يعني ان انت الامتحان بقى يوم لسه 21 اول مواد غير مضافه، ويوم 28 العربي. الوقت ده حلو جدا ان انت تستغله في المواد اللي لسه انت ما خلصتهاش، او المراجعه والحل الشوامل. ابدا احل شوامل. تبدا تحل شوامل لما تلاقي نفسك مستواك ان انت استرجعت معلومات كتيره من المنهج، مش هتفضل كل حاجه ترجع للكتاب عشان ده بيضيع وقت، ودي مش طريقه مراجعه، ده غباء. الحل مهم جدا لتثبيت المعلومه، خاصه ان انت في مرحله مراجعه نهائيه، يعني مش لسه هتشوف الكلام مره تانية وثالثه في المراجعه، احنا كنا بنقول الكلام ده في اول السنه، انما دلوقتي لا، انت خلاص انت بتظبط نفسك للامتحان. الحل جزء كويس جدا وجزء مهم جدا من اركان ان انت بتظبط نفسك للامتحان، ولكن ما تعتمدش عليها ان هي وسيله مراجعه، ما تعتمدش عليها ان انا لسه هروح وهرجع من كل سؤال ادور عليه في الكتاب واحله، كده انت بتضيع وقت، او ان انا راجع يعني الجزئيه بتاعته، كده انت بتضيع وقت. فامتى تحل شوامل؟ لو انت لقيت نفسك بقيت فاكر شويه، على الاقل راجعت الاوائل بتاعت كل ماده، فوصلت للاخر اللي هو اساسا جزء انت واخده قريب فانت فاكره. بس الوقت بلاش يعني تركن الشوامل خالص، حاول ان انت تبداها بدري، كل ما تبداها بدري كل ما يكون احسن. زي ماده الفيزياء ما لحقتش احل فيها شوامل خالص الا قرب الامتحان، في الوقت اللي هو ليالي الامتحان، حليت فيها 8 شوامل ودخلت الامتحان على كده. طيب هل ده كان كافي؟ ممكن كان كافي بالنسبه لي، لكن ما يبقاش كافي بالنسبه لحد تاني مثلا اللي هو ما بيعرفش يدير وقته في اللجنه صح، وعموما لسه هقول لك على ده، بس برضه على حسب مستواك في كل ماده. انا كنت في الفيزياء بالفعل مثلا مظبطاها طول السنه، او مظبطاها يعني في فتره المراجعه النهائيه تحديدا، طول السنه كان عندنا مشاكل، بس قصدي في فتره يعني المراجعه النهائيه حليت عليها جزء كتير وكده، فاللي هو خلاص بقت معظم الاسئله انا بالفعل عندي فكره وبالفعل بعرف اتعامل، فيعني الثمان شوامل دول ما اثروش الحمد لله.
الفترة الجاية سنتر ولا اونلاين؟ دلوقتي انت لو انت شخص بتعرف تلتزم يبقى الاونلاين وش، لان الاونلاين هيوفر لك وقت مجهود، انت في قبل المجهود والوقت في الفترة دي جدا. مش لسه بقى اللي احنا قدام السنة عادي واروح واقف مع صاحبي واستنى الاسيستنت لما يوزع الملزمة والمستر يجي، الكلام ده بيضيع الوقت. فلا يعني الاحسن ان انت تخليك اونلاين. وانا اساسا كنت في السنة كلها من اولها لاخرها اونلاين، فانت هتعرف تلتزم وتعرف تدرك ان احنا في فتره مراجعه نهائيه، مفيش تراكمات، مفيش تكاسل ولا نوم ولا الكلام ده. خلاص يبقى اعمل لنفسك جدول ثبت فيها مواعيد المذاكره، مواعيد المراجعه، هراجع كذا النهارده، هسمع كذا النهارده، والتزم بيه. وخليك في البيت طبعا. نراجع صح. وازاي اعرف ان المراجعه فعاله؟ ازاي نراجع صح الاول؟ انا كنت براجع ازاي؟ كنت بمسك كل ماده الكتاب بتاع الشرح، لو في حاجه عايزه اسمعها حاسه ان انا ما كنتش قويه فيها بسمعها. غير كده في مواد ما سمعتهاش تاني اصلا، او في شباتر او فصول ما سمعتهاش تاني كشرح. اكتفيت بالشرح اللي انا سمعته والورش والمراجعات اللي عملناها طول السنه، وجيت في فتره المراجعه النهائيه حسيت ان لا، انا عايزه اعيد بنفسي جامد كمذاكره واحل كتير. فانت حسب ما تقيم نفسك لكل شابتر لكل حاجه. بس مثلا حاجه زي الهرمونات مثلا، انا كنت خلاص اللي هو اصلا حرفيا فاكراها وحافظاها وحل عليها، فما سمعتهاش تاني، خلاص مش هضيع وقت. انما مثلا حاجه زي الدي ان ايه مثلا، حبيت ان انا اسمع تاني البيولوجيا الجزيئيه، حبيت ان انا اسمع تاني. هي الدي ان ايه والبيولوجيا الجزيئيه واحد يعني، المناعه والبيولوجيا الجزيئيه هم دول اللي حبيت اسمعهم تاني. فانت شوف نفسك محتاج شرح في حاجه اسمعها، مش محتاج الشرح ده وحاسس ان انت فاكر الشرح وكنت اصلا كويس في الباب ده، يبقى خلاص اختصر وذاكره انت تاني وحل عليه جزئي وحل عليه امتحان شامل. مثلا لو معاك مثلا كتاب فيه بيعمل امتحان شامل على الفصل يعني، اعمل كده. ايه تعرف بقى ان هي فعاله؟ لو انا جيت سالتك دلوقتي، او انت جيت حطيت نفسك قدام اختبار كده وحليت اي سؤال، تلاقي نفسك فاكر وعارف هي دي اتذكرت فين، وعارف ترجع لها في الكتاب بشكلها. في حاجه اسمها الذاكره البصريه. ففكره ان انت عارف ترجع للحاجه في الكتاب وتقول اه والله دي كانت في المكان الفلاني او كانت باللون الفلاني او كده، ده معناه ان انت كنت براجع كويس جدا. طيب مش واصل للدرجه دي، بس مثلا بعرف احل، بعرف استبعد وكده، يبقى انت مراجعتك فعاله. طيب مثلا بعرف ان انا اقف اسمع لنفسي الدرس كده بعد ما اخلص مذاكره. نقطة مهمة بقى جدا، الوقت في اللجنة. إدارة الوقت في اللجنة حرفيا نص درجاتك، لأن في ناس حلت وعرفت الإجابات بس ما لحقتش تظللها في البابل شيت، في ناس ما لحقتش تعمل المقال. يعني زميلنا كان لسه حاكي على الجروب، زميلكم يعني بس هو خلص دلوقتي، كان الدفعة اللي فاتت، حكى على الجروب ان هو نقص 10 درجات في الكيمياء او حاجه كده يعني، ولكنه ما كانش لحق يحل المقالي. فتخيل هو ناقص 10 درجات، لو كان حل المقالي بقى وباط، المقالي كان عليه 8 درجات فمجمع 8 درجات، يعني ده كان ممكن يجيب 58 مش 50. انتوا متخيلين؟ بقى تدير نفسك جوه اللجنه. انا كنت بعمل ايه؟ كنت بظبط لنفسي تايم. يعني مثلا الامتحان في امتحان الثانويه العامه الوزاره حاطه له 3 ساعات، ده وقت مناسب لان انت تحل وتشوف اللي ناقصك والكلام ده وتظلل. ده نظريا، فعليا بقى ما بتلاقيهمش كف خالص. فهي الفكره في ايه؟ ان انت لازم تبقى سريع. فانت هتعمل ايه؟ كل امتحان شامل تيجي تحله اظبط لنفسك تايمر على ساعتين بس، والساعتين دول ويا ريت لو ساعه ونص كمان، لو تقدر تحل الامتحان في ساعه ونص في البيت ده حاجه كويسه عشان تقدر ان انت تحله كويس في اخر السنه. طيب اقصى حاجه حط لنفسك ساعتين حاول تخلص فيهم، ولكن اطبع نموذج البابل شيت، هحاول انزله لكم على الجروب. تطبع نموذج البابل شيت وتظلل بايدك كل حاجه. وحتى المقالي تجاوبه، مش اللي هو تجاوبه بعينك كده انا عارفه، لا جاوب واكتب المقالي كويس جدا كانك قاعد في لجنه الامتحان، واقعد اظبط التايمر ساعتين بالظبط. كل ما تعمل كده ممكن في اول مره على فكره تعدي الساعتين وما تجيبهمش، بعد كده حرفيا هتوصل لجزئيه ان انت لا انا بحل الامتحان في ساعه ونص. فحرفيا درب نفسك علشان ما تروحش في الامتحان تتفاجئ ان الوقت انت ما عرفتش تديره صح وانت بتحل الامتحان. اول ما تلاقي سؤال مش عارفه عديه وشوف اللي بعده. صدقني السؤال اللي انت خلاص هتموت وتجيبه ده ومش عايز تسيبه وتنزل للي بعده، احيانا ممكن وانت نازل تفتكر، احيانا وانت بتحل باقي الورقه معلومه تفكرك بالسؤال. حصلت معايا في امتحان الاحياء ان انا حليت سؤالين كنا متلخبطين فيهم، مقارنه ان انا قارنتهم ببعض، قلت لا هو لو عايز كذا هنا يبقى اكيد مش عايز كذا هنا، وطلعت صح. في الاخر ان شاء الله هتلاقي وقت وتقدر ان انت ترجع لكل حاجه انت مش عارفها. حتى لو انت حاجه مش عارفها ارجع لورقه المفاهيم، ما يمكن تدي لك هنت يعني تعرف تخش منه للسؤال. تمام. ولو حاجه انت مش عارفها ما يمكن يجوا يقولوا ان السؤال فيه غلطه، ممكن تحصل. فلا انت لو في حاجه انت شكيت فيها وعصلجت معاك سيبها. من النصايح برضو اللي هقول لك عليها، هقول لك تاخد ايه اصلا في لجنه الامتحان يعني، بس غالبا هيبقى فيديو منفصل. خد ساعه معاك ضروري جدا عشان تبقى مراقب وقتك، ما ترجعش لورقه المفاهيم كتير وما تعتمدش عليها، وما تقولش لا اصل انا عارف السؤال بس هرجع اتاكد. لا اتاكد دي في الاخر لما انت تبقى حليت كل حاجه. ولو في سؤال زي ما قلت لك مش عارفه سيبه للاخر، وقتها عيش بقى معاه هو ورقه المفاهيم عشان تعرفه. لكن غير كده ورقه المفاهيم بتضيع وقت والله جدا جدا جدا. الفتره الجايه مش يقلل عزيمتك. بصوا يا جماعه القلق طبيعي جدا لان ده مستقبلك،
انت دلوقتي بتركز، او يعني طالب الثانويه العامه، مع ان انتوا هتدركوا بعدين ان ده مش الحقيقه، يعني بيبقى شايف ان مستقبله الوحيد هو الثانويه العامه. وانت هتدرك بعد كده انه لا، انت مستقبلك في حاجات كتيره جدا. ولكن انت عندك حق، دي حاجه تستحق وحاجه يعني مش هتتكرر تاني في حياتك. فكره الثانويه العامه دي مش هتتكرر تاني في حياتك. فكره نظره اهلك ليك وانت بتجيب الدرجه وقت التنسيق دي مش هتتكرر تاني في حياتك. فالنجاح في لحظه زي كده مهم، والنجاح في لحظه زي كده هيحدد حاجات كتير قوي في حياتك. فانت ليك حق طبعا ان انت قلقان. وبالعكس، ده اللي مش قلقان ده ممكن هو ده اللي يبدا يقلق على نفسه، اللي هو انا مش حاسس بحاجه ليه. طيب يعني في ناس بيجي لها تبلد شعور وتبدا بقى كمان ايه، مش اللي هي مطمئن مثلا وواثق في ربنا وواثق في قدراته، لا، ده مش واثق ومش عامل اللي عليه ومش بيحل ومش بيذاكر وقاعد وضرب الدنيا كده خلاص عادي، اللي هي خليها تبرق تراعد. فده هو اللي خطر. انما طول ما انت بتقلق وقلقك ده بيحركك ان انت تذاكر، بيحركك ان انت ما تنامش ساعات كتيره وتقوم تذاكر، ده كده يبقى قلق صحي. انما لو دخل معاك بقى في رهبه وعياط ومش عارف انام وكده، هتعمل ايه حضرتك؟ هتستعين بالله، تقوم تصلي ركعتين قضاء حاجه، الا بذكر الله تطمئن القلوب، وتكلم نفسك كده، هو انا بعمل اللي عليا؟ طب لو انا بعمل اللي عليا يبقى انا ما قداميش، ما عنديش مبرر اصلا ان انا ازعل ولا خايف. لو انت بتعمل اللي عليك فعلا، ولو مش عامل اللي عليك بس هتعمل في اللي جاي، صدقني اللي جاي نفسه كفيل ان انت فعلا تظبط الدنيا. في ناس كتيره جدا ومنهم انا كان في مواد بايظه مننا جدا وظبطناها في فتره المراجعه. والله 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 ان في حاجات لمتها وانا يوم الامتحان بتاع الانجليزي، والله العظيم ان في كلمات لمتها رحت لقيتها في اللجنه. فحرفيا لاخر لحظه ما تيأس، لاخر لحظه تحاول، لاخر لحظه ثق في الله تعالى ان هو يلهمك الصح. عارف وانت بتذاكر، يا رب الهمني اذاكر اللي هيجي في الامتحان، يا رب الهمني اذاكر الاسئله اللي انت تعلم وانا لا اعلم يا الله، فيا رب الهمني ان انا اذاكر اللي هيجي في الامتحان، يا رب خليني اشوف الحاجات المهمه، يا رب ما انساش، يا رب ذكرني. افضل استعين بالله وافضل اعمل اللي عليك، وصدقني ان شاء الله تعدي احسن مما انت تتصور. وبالنسبه للقلق زي ما قلت لك، الزم صلاه قضاء الحاجه، اقرا قران، كل ما تحس ان انت قلقان افتكر احنا بنعمل كل ده ليه؟ احنا بنسعى والباقي على ربنا، احنا بنطلب رضا ربنا وبنطلب السعي وبنطلب ان احنا نبقى ان شاء الله ناس عندها علم في المستقبل، وناس بتدخل كليات تنفع البشريه وتنفع نفسها وتنفع اهلها وتستر عورات المسلمين. يعني انت كطالب بتعمل على فكره دور رائع جدا. فثق في نفسك وانت تستحق، وان شاء الله ربنا يكرمك. محدش يقول لي انا هحل قطع في ليالي الامتحان الانجليزي، لا، حل قطعه من دلوقتي. نقطه بقى وشيكه جدا جدا جدا، لو في مدرسين دلوقتي بيشوفوا الفيديو ده هيزعلوا مني، تمام؟ بس انا هقولها لك وخلاص. اعلانات المدرسين بتساوي تشتت. كل مدرس عمال يعلن، والله ده كومنت جالي من طالبه، يعني هي واحده بتقول لي المدرسين بيشتتونا. المدرسين كل واحد فيهم ده شغله، ده البيزنس بتاعه، وحقه ان هو يعلن عن شغله. ولكن ما تبقاش انت مصدقهم في كل حاجه. ما تبقاش انت اللي هو لا المدرس الفلاني قال لو ما خدتش معاه ده هو بيجيب افكار الامتحان انا عايز اخد معاه، بس انا اصلا باخد مع المدرس ده من اول السنه فانا فاهمه، فانا برضو عايز افضل معاه، فخلاص هاخد الاثنين. والمدرس الفلاني منزل مذكره بيقول عليها توقعات الامتحان دي جامده هاخدها. بلاش يا جماعه التشتت ده، خليك مع مدرسك اللي انت بتفهم منه، ومهما قالوا ده بيجيب الامتحان، مهما قالوا ده بيسرب الامتحان، مهما قالوا ده توقعاته جامده. اولا مفيش حاجه اسمها يسرب الامتحان والكلام ده، ولكن لو توقعاته كويسه يعني مفيش ضرر من ان انت ممكن تبص على الاسئله لو هو منزلها في مصدر متاح مثلا، ولا منزلها على اليوتيوب ولا الكلام ده، تبقى تبص عليها في وقت فراغك، او ان انت خلصت فعلا بالفعل المحاضرات اللي عليك مع مدرسك الاساسي، او مع نفسك حتى وانت بتذاكر، تمام؟ لكن فكره ان انا عايز اضمن كل حاجه وعايز اصدق كل مدرس بيقول كلمه، كل واحد فيهم بيعمل دعايه لنفسه. المدرس اللي هيخليك خلاص تقفل، انت اللي عليك الرق الاكبر، انت اللي تذاكر وانت اللي تحل وانت اللي تدور على حل على اليوتيوب وتشوفه. لو انت يعني في حاجه بايظه منك، تمام؟ فما تستناش حد يقول لك حل، ما تستناش حد يقول لك ذاكر، ما تستناش حد يصحح لك اخطائك. الحل، ايوه النقطه بقى بتاعت الحل دي، اسمع حل الفيديو بتاع الحل ولا حل لوحدي؟ بصوا يا شباب، بالنسبه للعربي انا بصراحه كنت بسمع حل مستر محمد صلاح، لان هو كان عامل كتاب وكان بيحل معانا. ليه؟ لان انا ما كنت اصلا لوحدي، ما بسلكش قوي في القراءه المتحرره والنصوص المتحرره والكلام ده، فلا كنت ايه اللي هو بحب اسمع المستر علشان هو بيدخل لي فكره السؤال، مخرج السؤال منين والكلام ده، تمام؟ ده بالنسبه للعربي. الباقي ما كنتش بعمل فيه كده، وعلى فكره مش كل العربي، يعني مثلا الادب كنت بعرف احله ساعات لوحدي خلاص يبقى حليته، النحو لوحدي خلاص يبقى حليته، لكن النصوص والقراءه المتحرره كان المستر بيحلهم معانا كنت بسمعه. مثلا الكيمياء كنت انا بحل لوحدي، ولكن الاسئله اللي تقف معايا اعلم عليها وادخل اشوفها على يوتيوب. وقلت لكم على فكره انا نزلت فيديو كتب مراجعه هي اللي انا حليتها، نفس الكلام. يعني انا غالبا ما سمعتش شرح الا هي حاجه واحده بس، اللي هي النصوص والقراءه المتحرره، كنت فعلا بقعد اسمع الفيديو بتاعهم بتاع الحل. غير كده بحل لوحدي، والحاجات اللي تقف معايا ادخل اشوف الحل بتاعها. النوم يا جماعه في الفتره دي في ناس بتنام كتير قوي، وعلى فكره انا للاسف كان بيحصل معايا كده. لو انت مش حاله صحيه او مثلا مصدع او مثلا في حاله صحيه عامله لك الوخم والكسل ده، يبقى في حاله نفسيه.
اللي هي ايه؟ الهروب من المذاكره. ممكن تكون انت بتهرب بان انت بتنام، فحاول ان انت تدعي ربنا ان ربنا يصحيك، اظبط منبه وطبق سنن النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم، زي ان انت تنفض الفراش، تنام على وضوء، تنام على جنبك اليمين، اذكر الله لحد ما تغمض يعني وتنعس، فان شاء الله تقوم يعني. واظبط المنبه وخلي حد يصحيك من البيت. ما حدش ينام اقل من 6 ساعات. يعني في ناس فيكم بتنام كتير، وفي ناس فيكم انا هم ساعتين ونص، ساعه ونص يا ماما وصحيني. يا جماعه جهازك العصبي هيتعب، وحرفيا حرفيا احنا مخنا شغال بحاجه اسمها النواقل العصبيه، فالنواقل العصبيه دي بتفضى طول ما انت صاحي، محتاجه تتعاد من الملي تاني، تعمل ريفل تاني وانت نايم. فلازم تنام علشان تفصل وعشان تريح وعشان تصحى فايق. ف6 ساعات ده كويس جدا. وبلاش كافيين قبل النوم، بلاش كافيين يعني وقت ما انت مقرب تنام، عشان نومك فعلا يبقى هادي ومن غير ايه؟ ارق ومن غير افكار. تمام؟ ربنا معاكم. ناموا 6 ساعات مش اقل، ممكن اكتر من 6 ل7 ساعات عادي، الصبح ولا بالليل على حسب ما انت بترتاح. انا في الفتره دي كنت عادي يعني، اللي هو قاعده بذاكر مثلا تعبت اقوم انام 6 ساعات، اصحى اقعد تاني لحد ما اتعب خالص، يعني مش ظبطها في وقت معين. فعادي كان اوقات ابقى صاحيه الصبح، اوقات ابقى صاحيه بالليل. طبعا الاحسن ان انت تظبط لنفسك وقت معين عشان الساعه البيولوجيه بتاعت جسمك بتتعود على ده. بس قبل الامتحان حاول ان انت تظبط لنفسك ان انت وقت الامتحان ده بتبقى صاحي، حتى لو انت صاحي من بالليل او الكلام ده، مع ان ده مش احسن حاجه، يعني المفروض تريح وتنام قبل الامتحان. بس اظبط لنفسك ان فكره الامتحان بتاع الثانويه العامه بيبقى الساعه 9 بيخلص 12، فانت مثلا لازم في الوقت ده تبقى كل يوم صاحي وبكامل تركيزك، عشان ما تجيش فجاه في الامتحان تفاجئ نفسك ان انت صاحي في الوقت ده وانت كنت متعود ان انت تبقى نايم في الوقت ده، فوقتها جسمك هيتفاجئ. فالافضل ان انت الفتره بتاعت الامتحان دي تعود نفسك على ان انا فتره الامتحان اللي من 9 ل 12 الصبح دي ببقى صاحي. العاده لو وصلت لهنا ما تنساش تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، تكتب لا حول ولا قوه الا بالله في الكومنتات، وعندك اي اسئله في اي حاجه او اي نقطه انا ما خدتش بالي منها او ما وضحتهاش تقدر تكتبها لي. سلام.